التفكير الكتير ده مرض؟ ليه دماغنا ما بتسكتش وما ببطلش تفكير؟ بصي، خلينا الأول نكون متفقين إن القاعدة اللي متفق عليها جميع الناس على أن الشيء إذا زاد عن حد انقلب إلى ضد. ده رقم واحد. رقم اتنين، ربنا ما بيخلقش حاجة فينا عشان يعذبنا بيها، بل بالعكس. ربنا عمل لنا عبادة عظيمة جدا في القرآن الكريم في سورة آل عمران، قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر عبادة من العبادات التي افترضها الله على الإنسان. وعايز الفت نظرك لحاجه في سوره البلد انت مش واخد بالك بيها. ربنا بيقول لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، الى ان قال لقد خلقنا الانسان في كبد. كبد يعني تعب ومشقه. انت تعرف من ضمن المشقه والتعب اللي ربنا خلقه في الكون تعب الهم والحزن؟ سألت نفسك ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن؟ أنت عارف الفرق بين الهم والحزن؟ الهم الخوف من حاجة في المستقبل، والحزن على حاجة في الماضي. فانت دايما شاغل نفسك بالمستقبل. المستقبل ده مش بتاعك، ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ليه دايما قاعد عمال تفكر نفسك؟ بص، خلينا نكون متفقين، قاعدة ذكرها علماء النفس، ان العقل البشري خلق لحل المشكلات. يعني من ضمن الاهداف اللي ربنا خلقها في الانسان ان العقل البشري ده موجود لحل المشكلات، لكن احيانا بيبالغ في تحليل التهديدات. يا سيدي دي مش بتاعتك. خليك عايش في يومك، عايش في الماضي وعايش في المستقبل. فين اليوم اللي انت عايش فيه؟ خليني ارجع واقول لك واذكرك. القيم رحمه الله تعالى بيقول التفكر طريق الهدايه ولكن التوهم طريق الحيره. عرفت ليه انك حيران؟ لانك مش عايش في نفس اللحظه اللي انت عايش فيها، عايش في سنه ماضيه يا في سنه جايه. اللي جاي ده مش بايدك، ده غيب بيد الله عز وجل. علماء النفس بيقولوا ان اللي بيعيش من غير معنى بيكثر في التفكير، دماغه بتشغله، دماغه بتسوحه. ليه؟ لانه عايش من غير معنى. خلاصة ان العقل لما يجي يقول لك انت لو فشلت هيعملوا فيك ايه، لو اتطردت بكره من الشغل هتدفع المصاريف ازاي، انا هفشل، انا هترفد، انا مش عارف، انا هطلق، انا هسيب، انا هفشكل، انا قل له يا عقل انت عبد. وقديما قالوا العبد في التفكير والرب في التدبير، وتذكر يدبر الامر من السماء. بس كده.